السلام عليكم. عندنا اليوم سيجار ومحنشة على طريقة أختي. للحشو ديري 3 كيلات مكسرات محمصة ومرحية رقيقة على تاع البقلاوة مع نص كيلة سكر، غرفة صغيرة فاني وما الزهر حتى يتشمخ يتلم، يعود كيما نقولو تلميه في ايدك يكون متماسك شوية. مكسرات ديري اي نوع تحبي، انا درت الاكثرية كاوكاو محمص بكشورو ودرت له شوية جوز، هذا مكان. خليه يرتاح واحد نص ساعة هكذاك ومن بعد خدمي به. ذوبي خليط من السمن ومارغرين كميات متساوية وخليه شوية يبرد، ما ديريهش وهو سخون. جيبي الديول تاعك من الأحسن اللي مخدومين في الدار ماشي تاع الماشينة، وثاني خيرهم يكونوا رقاق ماشي خشان كيما اللي جبتهم انايا، الله غالب هذاك ما لقيتهم خشان يدوك يابسين من بعد. نبداو بالمحنشة. احكمي حبة الديول فوريها واحد دقيقة هكذاك برك قسمة تطلق روحها، ومن بعد دهنيها مليح بهذاك الخليط تاع سمن ومارغرين، ومن بعد ديري الحشو تاعك متلحقيش للاطراف وابدا يروليها كل رولي عادي، ومن بعد دوريها حتى تشكلي حبة المحنشة ودخلي فيها كوردون هذاك تاع السنين. كل ما تكملي حبة تاع محنشة ديريها في طبسي يكون مغطي بساشي، لازم ما تخليهاش تنشفلك. ومن بعد نروحوا للسيجار. الحبة تاع ديول قسميها على زوج وديري الحشو تاعك وشكليه كيما البوراك عادي وشني يكون شوية رقيق، ومن بعد ديري هو ثاني في الصحن هذاك اللي مغطي بالساشي. غير تكملي الخدمة تاعهم، اقليهم في زيت سخونة على نار متوسطة حتى يتحمروا شوية، ومن بعد نحيهم وعسليهم. تحبي تعسليهم سيغ بلاص بعسل بارد وثقيل، تحبي الى بردولك تسخني لهم العسل شني ما تزيدي له حتى حاجة، لا ما زهر لا ما على حتى حاجة، ما تخفيهش، خليه بيور. تزيين يرجع لكم، زينوهم كيما تحبوا بالشي اللي متوفر عندكم. جاو بزاف بنان، يشبه الذوق تاعهم للبقلاوة. يعطيها الصحة أختي على هذه الوصفة البنينة. نلتقي في فيديو أخرى بإذن الله.